ودع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صديقه ليونيل ميسي لاعب الفريق العاصمي بعد أن تم الإعلان عن رحيله بشكل نهائي. وكتب نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: ميسي كان من دواعي سروري اللعب بجانبك عامين آخرين، لكن لم تحدث الأمور كما تمنينا، لكننا جربنا كل شيء. وأضاف: أتمنى لك التوفيق في مرحلتك الجديدة، كن سعيدا، أحبك ميسي. ليرد ميسي على رسالة وداع نيمار قائلا: شكرا نيمار، لقد استمتعنا باللعب معا مرة أخرى، أتمنى لك كل التوفيق. وأوضح ميسي: بصرف النظر عن كونك متصدع، أنت شخص جميل وهذا في النهاية هو ما يستحق، أنا أحب نيمار كثيرا. وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل ليونيل ميسي بعد نهاية عقده في 30 يونيو. وارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى برشلونة بعد أن تقرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي. إنها قصة عن صداقة قوية بين نجمي كرة القدم نيمار وميسي. إنها قصة حزينة ولكنها أيضا قصة ملهمة. إنها تظهر كيف يحافظ الأصدقاء على احترامهم وحبهم لبعضهم البعض حتى في ظل ظروف صعبة. إنها قصة طويلة ومفصلة تحتوي على الكثير من المشاعر والأحاسيس. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد من الأخبار، وقم بتشغيل الإشعارات، واترك إعجابا وتعليقا لمساعدة القناة. شكرا لك على المشاهدة، ونراكم في المرة القادمة.